السلام عليكم. هنعمل النهاردة بقى صينية كيكة ناجحة بكل المقاييس. لو ما بتعرفيش تعمليها او بتهبط منك او بتكون مكتومة او مفرولة او حتى لونها غامق من جواها، ركزي بس معايا كده، هتلاقي في الفيديو كنز معلومات حقيقي. هقولك على كل التفاصيل واحدة واحدة، يعني اللي تخليكي أستاذة في عمايل الكيك، كمان تكوني شاطرة فيها بامتياز. والسر بقى في ارتفاع الكيكة زي ما انتوا شايفينها كده في مكون هقولكوا عليه جوه الفيديو. فاستحالة يا جماعة تفشل معاكم، وهتكون من أحلى الكيكات اللي ممكن تعملوها. شايفين قد ايه الكيكة ما شاء الله، يعني مرتفعة وعالية بطريقة مش معقولة. كمان قلبها كده هش وخفيفة وعاملة زي الأسفنج. ده غير بقى طعمها وريحتها اللي قلب الدنيا. يلا حطوا لايك للفيديو، ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا بقى 3 بيضات، بس بلاش يكونوا ساقعين او لسه مخرجينهم من التلاجة، يعني علشان الكيكة مش هتعلى معاكم وهتكون هابطة ومكتومة. فخلوه يا جماعة بدرجة حرارة الغرفة. وفضيته في شفشق الخلاط ونزلت عليه بكيسين من الفانيليا. لو عندكم سايلة حطوا منها معلقة صغيرة. مهم جدا بقى انكم تحطوا مع البيض يعني ذرة من الملح صغيرة قوي. دي بقى يا جماعة بتخلي كده البيض يهيش ولونه يبيض جدا. بعد كده هتحطوا كوباية من السكر، وزنها كان 220 جرام. كل ما هتستخدموا سكر فاتح الكيكة هتطلع معاكم فاتحة، لكن طبعا السكر الغامق هيغمقها معاكم. شغلنا بقى الخلاط حبة حلوين لحد ما السكر داب تماما. كمان هتلاقوا كده لون البيض يعني افتحها واحدة واحدة وبيض معاكم قوي. فالخطوة دي مهمة جدا، وهي اللي بتفرق في ان الكيكة تكون هشة كده من جواها وخفيفة. بعد كده بقى هتحطوا كوباية الا ربع من الزيت، كان وزنهم 150 جرام. بتخلوا الخلاط كده شغال وبتنزلوا بخيط رفيع كده. ده بقى بيساعد ان الخليط يمتزج اكتر وبيهيش كويس قوي. وبعد بقى ما تلاقوا ان خلاص الزيت كده امتزج كويس وما عادش ليه اي اثر، تقوموا نازلين بكوبايه لبن اللي هو الحليب. اللبن ده كان وزنه 220 جرام. ولو انتوا بقى ما بتوزنوش المقادير، يبقى وحدوا الكوبايه اللي بتعايروا بيها، يعني بتكون نفس الحجم بالظبط. وعلى فكره يا جماعه، ممكن ما تستخدموش الخلاط وتعملوا كل الخطوات دي بالمضرب السلك العادي، بس بقوا ادوا كده كل خطوه حقها كويس. بعد كده بقى هننزل بمعلقتين كبار من جوز الهند الناعم، كان وزنهم كده حوالي 12 جرام. جوز الهند يا جماعة بيخلي كده لون الكيكة أبيض زي القشطة وما تكونش غامقة. كمان بيديها طعم جميل قوي. ضربناهم بقى مع باقي المكونات، فما بيكونش ليه أي أثر ولا باين أصلا في الخليط، يعني ما تقلقوش من حاجة زي كده. ولو حابين طبعا تستغنوا عنه براحتكم. كده بقى خلاص، يعني مهمة الخلاط انتهت. هنفضي بقى الخليط السائل ده في الطبق اللي هنشتغل فيه، وهاتوا سباتولا كده ونزلوا أي بواقي في شفشق الخلاط، لأن كله طبعا بيكون من المقدار بتاعنا. بعد كده بقى هننزل بالدقيق اللي هو عبارة عن كوبايتين ونص، كان وزنهم كده 320 جرام. ضروري بكون نخلاه وقت ما باجي يعني اوزنه او بعايره. لازم كمان ان احنا نرجع تاني نخله ما نيجي ننزل بيه على السوائل، يعني علشان ندخل له هوا كده بنزراته، والكيكه تكون معانا كده خفيفه، ما تكونش تقيله او مكتومه. بنزل بقى بالدقيق حبه بحبه كده، مش كله مره واحده. وبعد ما نزلت باول دفعه من الدقيق، نزلت عليهم كده بمعلقتين كبار من النشا، كان وزنهم كده 40 جرام. النشا ده يا جماعه يعني بيفتح معاكم الكيكه، كمان بيخليها ناعمه جدا ودايبه في الاكل. وبحب برضه انخلها علشان لو فيها اي كتل ولا حاجه. بتجيبي بقى المضرب السلك وبتقلبي لحد ما الدقيق يختفي تماما. فما بتحطوا كده حبه بحبه بيكون سهل خلطهم، والخليط كمان بيكون ناعم، ما فيهوش اي كتل او اي كلاكيع. فانا يا جماعه نزلت بكميه الدقيق دي كلها على 3 مرات. عاوزاكوا بقى كمان ما تيجوا تقلبوا، يعني خلوا تقلبكم في اتجاه واحد زي ما انتم ملاحظين، علشان الهواء اللي بيكون موجود في الخليط ما تهبطوش او تخرجوه منها. وبالتالي تطلع معاكم كده الكيكه مش عاليه قوي، وكمان تطلع مكتومه من جواها. اخر بقى شويه من الدقيق، يعني مش بتضيفوهم الا لو لقيتوا قوام العجينه لسه محتاجه وكانت خفيفه. فالمعلقتين يا جماعه الاخر ممكن تحتاجوهم وممكن لا. فده على حسب نوع الدقيق، كمان على حسب حجم البيض اللي انتم مستخدمينه. لو البيض حجمه كبير يبقى هتاخد كميه الدقيق كلها. اما بقى لو حجمه صغير او متوسط مثلا، ممكن يبقى معاكوا شويه دقيق، يعني حوالي معلقه او اتنين. فانا علشان مستخدمه بيض كان حجمه كبير، فاستخدمت كل كميه الدقيق كلها، يعني ما بقاش مني حاجه. احيانا بقى كنت بعملها كتير، كان بيبقى معايا من المقدار ده معلقه او اتنين. فده على حسب الدقيق زي ما قلت لكم، وعلى حسب حجم البيض. شايفين بقى يا جماعه، يعني هو ده قوامها المظبوط قوي. قوام احنا عاوزينه يكون وسط، لا هو خفيف ولا هو تقيل، انسيابه بالشكل ده. اخر خطوه مهمه جدا بقى، وهي دي بقى السر في ارتفاع الكيكه زي ما شفتوها، كمان هتخليها معاكم هشه لابعد الحدود، انكم تحطوا كيس البيكنج باودر اللي هو بمقدار معلقه ونص كبيره. انزلوا بقى عليه على طول بمعلقتين كبار من الخل، كان وزنهم كده حوالي 15 جرام. لاحظوا بقى كده وشوفوا الفوران اللي هيحصل اما حطينا الخل على البيكنج باودر.
شايفين قد ايه حصل فوران وتفاعل جامد جدا. فالخطوة دي بقى هي اللي هتخلي الكيكة معاكم ناجحة، يعني ما فيهاش ولا غلطة. هتعلى معاكم لاخر الصينية وبتكون عاملة زي الاسفنج وطرية جدا. فكده بنزود من تفاعل البيكنج باودر، كمان بيكون لونها ابيض زي القشطة. ورجعنا بقى قلبنا لحد ما البيكنج باودر يعني اختلط كويس وتحسوا ان الخليط بقى كله كده فوم وهواء. ضروري يا جماعة تتأكدوا ان البيكنج باودر داب تماما، لان اي بواقي كده هتكون موجودة منه او ما دابتش، ده هيعمل حتة غامقة جوه الكيكة بعد ما تسووها. وفي الاخر بقى كده ادوها تقليبة بالسباتولا علشان تنزلوا الجوانب وتتأكدوا ان مفيش حاجة خلاص لازقة تحت وكله اختلط مع بعضه. وهنا بقى كنت بوريكي تاني عن القوام المظبوط بتاعها. قوام يعني تلاقوه ناعم وبيكون بالشكل ده. وانتوا بقى شغالين يعني روحوا كده ولعوا الفرن علشان يسخن معاكم، يعني على ما تخلصوا يكون سخن، فما تركنوهاش وتسووها على طول. جهزت بقى يا جماعه الصينيه وبطنتها بشويه زبده ورشه دقيق. على فكره ممكن تدهنوها سمنه او حتى زيت، يعني زي ما انتوا حابين. بس بصراحه الزبده كده بتديها يعني لون من تحت خطير، بتكون ناعمه كده وعامله زي الشموع والقطيفه. وبالمناسبه يا جماعه يعني الصينيه دي كان حجمها او مقاسها 24، وممكن تستخدموا اقل اللي هي ال 22 هتكون عاليه قوي برضو، او ممكن تستخدموا ال 26 هتكون ارفع شويه. بالنسبه بقى لطقم الصواني المدور فدي اصغر صينيه. اما لو هتعملوها في صينيه مستطيله فبتكون الصينيه الوسط اللي في طقم الصواني. وبحب بقى في الاخر كده ان اجيب عود شيش او خله وبلف فيها بالشكل ده علشان تكون الكيكه مساماتها ضيقه، كمان ما فيهاش فراغات هوا جواها. وزي ما قلت لكم يا جماعه ان مولعه الفرن من شويه علشان يسخن كويس قوي ونسويها على طول. بخلي درجه حراره الفرن متوسطه على درجه حراره 180. الفرن بتولعوه من تحت بس، يعني مش بتشغلوا عليه الشوايه الا اذا كان وشها في الاخر محتاج ياخد لون. وحطوا الصينيه في الرف اللي في النص، يعني لا فوق ولا تحت. وبعد ما يمر عليها حوالي مثلا 35 أو 40 دقيقة، افتحوا الفرن بالراحة قوي واختبروها كده بخلة من النص. لو الخلة بتاعتكم طلعت نظيفة يبقى خلاص استوت. لقيتوا فيها لسه أي عجين يبقى هتسيبوها تكمل سوا. وأهم خطوة يا جماعة يعني اوعوا تفتحوا عليها الفرن إلا بعد ما يمر على الأقل خالص 35 دقيقة، لأن فتح الفرن عليها في أول التسوية ده هيهبطها، ولو عليت برضه هتهبط منكم. كده يبقى قلتلكوا على كل تفاصيل التسوية، لأن بصراحة يعني التسوية المظبوطة بتفرق جدا في نجاح الكيكة أو فشلها. وسيبوها بقى تهدى شوية وبعدين قطعوها. انا قطعتها على شكل مثلثات، فانتوا قطعوها بالشكل او بالحجم اللي انتوا عاوزينه. ونقلتها يا جماعة في طبق التقديم علشان تشوفوا قد ايه الكيكة ما شاء الله كده عالية مرتفعة جدا. كمان نقلتها علشان الصينية ما تعرقش على الكيكة من تحت، فتخلي الكيكة كده تلزق معاكم في الصينية، وما تيجوا تشيلوها تلاقوا القعر بتاعها لازق في الصينية. فبصوا بقى كده يا جماعة على لونها، يعني وشها وكمان من تحت لونها مثالي جدا، عاملة من تحت كده زي الشموع والقطيفة. بوريكم قد ايه كمان وشها جميل ما بيلزقش ابدا، لان في متابعين كتير بيشتكوا ان الكيكه وشها بيعجن وبيكون ملزق. فده سببه يا جماعه ان كميه السكر بتكون في الكيكه كتير. كمان لو طلعتوها بلون دهبي فاتح او ممكن برضو تلزق معاكم. شفتوا بقى قد ايه الكيكه بتاعتنا طريه ملبن وكمان هشه كده وخفيفه زي الريشه. مسامتها كمان ضيقه وناعمه جدا جدا. ده غير بقى يعني ريحتها وطعمها اللي مفيش جمال بعد كده. يا رب بقى اكون قلت لكم كل حاجه وكل المعلومات اللي محتاجين تعرفوها في اعمال الكيك، وازاي تطلعوه كده معاكم ناجح من غير ولا غلطه. فانسوا بعد الفيديو ان الكيكه تبوظ منكم او يكون فيها اي مشكله. جربوها وان شاء الله هتعملوا احلى وانجح كيكه بطعم رهيب حرفيا. وكده خلاص الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش او بتشوفوها لاول مره. اشوفكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.